قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أي القمار ويصدكم عن ذكر الله. وما أدراك ما صد الناس عن ذكر الله؟ أولستم تعرفون أن المباريات تقام في الغالب في وقت صلاة المغرب؟ الناس يصلون. كنت أخرج في شوارع القاهرة وأتفاجأ بالجموع والمسجد بجانبهم والمباراة في وقت صلاة المغرب. هذا هو الذي ذكره ربنا عز وجل. لما؟ قالوا هذا هو الوقت المناسب للاعبي كرة القدم ليلعبون. متى سيلعب النجوم الذين يسمونهم نجوم؟ متى سيقفون أمام الملك العلام؟ فلعب الكرة القدم لا ترفع للصلاة رأسا ولا للإسلام رأسا ولا للدين رأسا، بل هي مؤامرة على دين الإسلام عياذا بالله. ومن العجيب أن بعض المشجعين أمام شاشة التلفاز وهو من المحبين للصلاة جاءت المباراة في وقت صلاة المغرب، ولأنه لا يريد أن يفوته شيء من اللعب قام وجعل التلفاز أمام وجهه وأخذ يصلي وهو ينظر إلى التلفاز. أعوذ بالله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذا كان الناس والشعوب وهم مشجعون يضيعون الصلوات من أجل المباراة، فكيف باللاعبين وهم الذين يلعبون ولابسون؟ متى سيغير؟ متى سيتوضأ؟ متى سيصلي؟ قل لي بربك متى ومتى ومتى. إذا كنت أنت وأنت مجرد مشجع ولست بلاعب تتهاون بها، فكيف باللاعبين وكيف بالمشجعين وكيف بالحاضرين وكيف. فهذا مما يصد عن ذكر الله ويصد عن عبادة الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: اللاعبين يدخل الواحد منهم هدفا ويسجد. هذا سجود في مكان لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذا سجود فيه نوع من الاستهزاء، فيه نوع من عدم الفهم لنصوص الكتاب والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينبغي أن نعرف ديننا، ينبغي أن نعرف عقيدتنا. هؤلاء الشباب يحتاجون إلى أن يوجهوا وإلى أن يبين لهم وإلى أن يبين لهم أشياء كثيرة. أنكم واقعون في معصية وترتكبون كبائر وربما تمن عليهم لأنك سجدت سجدة مستحبة. أنت مضيع فرائض ومضيع أركان وواجبات، وتقوم تسجد سجدة يعني مستحبة وتحاول من خلالها أنك تضحك أنك سجدت.